عمرك سألت نفسك ليه في ناس بكلمة واحدة بيفرضوا احترامهم على الكل وناس تانية مهما عملوا بيفضلوا على الهامش؟ الحقيقة المرة اللي لازم تواجهها هي إن في فرق كبير بين إنك تكون إنسان طيب وبين إنك تكون إنسان سهل. العالم ما بيحترمش الشخص اللي بيبذل مجهود مبالغ فيه علشان يرضي الكل. العالم بيحترم اللي بيحترم نفسه الأول. لو فاكر إن سكوتك وتنازلك المستمر هيخلي ناس تقدرك فأنت غلطان. سكوتك ده بيترجم عند الناس على إنه ضعف مش طيبة. والنهاردة هقولك إزاي أنت اللي بتدمر هيبتك بإيدك من غير ما تفتح بقك. أول مسمار في نعش هيبتك هو التبرير. ليه كل ما تاخد قرار أو ترفض طلب بتحس إنك لازم تشرح ليه؟ تخيل مثلا إن مديرك أو حد من معارفك طلب منك حاجة في وقت أجازتك، وبدل ما تقول لأ مش هقدر بدأت تشرح إن عندك مشاوير وإن وراك التزامات عائلية. أنت هنا مش بتعتذر، أنت بتبعت إشارة إن وقتك مش ملكك وإنك محتاج إذن منه عشان ترفض. التبرير الكتير بيبين إنك مهزوز، إنك خايف من حكمهم عليك. الشخص الواثق ما بيبررش موقفه. لما بتبرر أنت بتحط نفسك في موقف المتهم وهم بيتحولوا القضاة. اتعلم تقول لأ من غير ما تعتذر ومن غير ما تشرح الأسباب. تاني حاجة بتدمر قيمتك هي إنك متاح طول الوقت. بترد على الرسايل في ثانية، بتوافق على أي خروجات في أي وقت، وبتشيل شيلة غيرك لمجرد إنك مكسوف تقول لأ. فكر في أغلب براندات اللبس أو العربيات في العالم. ليه ما بيفتحوش فروع في كل الشوارع؟ وليه ما بيصنعوش ملايين القطع؟ علشان الندرة هي اللي بتخلق القيمة. انت كمان لازم تكون براند، مش سلعة متوفرة على الرصيف لأي حد يطلبها في أي وقت. الناس ما بيحترموش اللي ملوش جدول، ما بيحترموش اللي وقته ملوش تمن. لو كنت متاح دايما هتبقى زي الهوا، الكل بيتنفسه بس محدش بيحس بقيمته غير لما يختفي. تالت غلطة وهي الضحك الكتير والرغي في اللي ملكش فيه. الضحك من غير سبب بيحرق الغموض اللي حواليك، والغموض هو الوقود الحقيقي للهيبة. شوف الشخصيات اللي ليها حضور طاغي، هتلاقي كلامهم قليل وضحكتهم غالية. الناس لازم تخاف تغلط قدامك، مش عشان انت شرير، بس عشان مش عارفين انت بتفكر في ايه، مش عارفين رد فعلك هيكون ايه. قلل كلامك، خليهم هم اللي يحاولوا يملوا الفراغات اللي بتسيبها بسكاتك. صمتك هو اللي بيجبرهم يوزنوا كلامهم قبل ما ينطقوا. الصمت قوة مش استسلام. في النهاية الناس بتعاملك على الإشارات اللي انت بتبعتها. انت اللي بتعلم الناس يعاملوك ازاي. لو بعت إشارات إنك متاح مهزوز ومحتاج رضاهم هيستنزفوك وهيدوسوا على حقك بدم بارد. لكن لو بدأت تحترم وقتك وصمتك ومبدأك هتتغير طريقة تعاملهم معاك بالكامل. انت اللي بتحدد سعرك في سوق العلاقات. ما تخليش سعرك رخيص وعمرك ما تكون سهل.